السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمها نرمين وعندها 30 سنة، متجوزة من 6 سنين، والحياة كانت حلوة وماشية هادية وجميلة ومفيش أي مشاكل، ومخلفة منه جايبة منه 2 وعايشة في التجمع. اللي حصل هنا إن لقت إن جوزها بدأ إن هو يتغير عليها، والزوجة بتحس. الزوجة بيبقى جواها رادار، بتحس لما الزوج بالذات بيخونها. رايح الشغل تيجي تتصل بيه تلاقي الموبايل مغلق فترة طويلة، ولما تيجي تكلمه يقول لها انا كنت في حتة ما فيهاش شبكة، عايزة ايه؟ يعني لما بدأت ان هي بقى هنا تتتبعه ومشيت وراه، لقت ان المفاجأة ان هو دخل بيت واحدة، الواحدة دي تبقى صديقتها. استنت شوية وراحت طالعة وخبطها عليها، فتحت لها ولابسة طبعا قميص نوم ومتزوقة. راحت زقاها وراحت داخلة وجارية على أوضة النوم. لما دخلت لقت جوزها طبعا في الأوضة، وواحد يعني كان في مع واحدة، هيكون شكله ايه بقى؟ حضراتكم فاهمين يعني، بنص ملابس بقى ولا من غير ملابس خالص. المهم هنا هو لما شافها، المفاجأة اللي حصل انه هو كمان قام ضربها. بيقول لك ضربني واصابني في رأسي وكدمات في وشي. وطبعا هنا هي اتفاجئت برد فعله انه هو اللي بيضربها، مش هي اللي تقول له انت ايه اللي جابك هنا مثلا وانت بتعمل هنا ايه. ما لحقتش تعمل اي حاجة، ده مسكها كمان ضربها. خدت بعضها وروحت على البيت، وتاني يوم راحت على محكمة الأسرة علشان خاطر ترفع دعوى خلع ضد زوجها. ليه؟ علشان خاطر تسترد كرامتها، مش هتقدر إن هي تكمل معاه الحياة بالطريقة دي. أوضحت نرمين أنها واجهت زوجها بما رأته، لكن رد فعله كان عنيف وغير متوقع، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، ما تسبب لها بإصابات في الرأس والوجه. وقالت لم أكن أتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فلم يكتفي بخيانتي بل ضربني وأصابني في رأسي عندما واجهته بالحقيقة. وأكدت الزوجة أنها لم تعد تشعر معه بالأمان، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي. أشارت كمان أنه لم يبدي لها أي ندم على أفعاله، ده كمان ما بينش أن هو ندم على اللي هو عمله مثلا، ولما رجع يقول لها معلش ولا حقك عليا ولا لا خالص، بل اتهمها بأنها السبب في المشكلات، وانت السبب اللي خلتيني أعمل كده. وتابعت نرمين بتقول حاولت الحفاظ على استقرار بيتنا، لكن هو دمره بإيده وأذاني جسديا ونفسيا أمام أبنائي، فتحولت حياتنا إلى الجحيم. كل اللي أنا بطلبه هو إني أنا أعيش بكرامتي بعيد عنه. نرمين طبعا بتسعى خلال دعوى الخلع اللي رفعتها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ومسجلة تحت رقم كذا لسنة 24، إلى استعادة حريتها مرة أخرى بالانفصال عن زوجها اللي بيخونها واللي عاشت معاه 6 سنين، ولكن للأسف طلع إن هو بيخونها في الآخر. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.